السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى تكون فيديوهاتنا المتواضعة بتعجبكم. ان شاء الله النهارده هقول لكم على الليمون الجميل ده. احنا جايبينه بكام من السوق، واسعاره ايه، وهو نزل ولا غلي، وازاي هنخلله بطريقه سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله هتعجبكم. طريقه حماتي الله يرحمها، طريقه انا ما بغيرهاش. ان شاء الله باذن الله هتقعد معاك من السنه للسنه، وطريقه ممتازه جدا وجميله. بس قبل ما نخش الفيديو اتمنى تحطوا لي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني باذن الله كل جديد. ان شاء الله باذن الله. دلوقتي انا هقول لكم على اسعار الليمون. اولا الشطه بتاعتي دي جميله جدا، اللي هحطها مع الليمون. شايفين ما شاء الله قد ايه هي طازه وجميله. انا شاريها الكيلو ونص ب10. بس من يومين كنت شايفاها في السوق ب10 جنيه. تمام. اما بقى المفاجاه بتاعتنا الجميله، بسم الله الله اكبر. شايفين الليمون بتاعنا جميل جدا. تسلم ايدين اللي جايبهولي. وربنا يديله الصحه يا رب. جوزي جابهولي من السوق. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله. جميل جدا. تحفة تحفة والله جميل. سعر الليمون في السوق المصري الكيلو ونص ب10. أنا جايباه الأسبوع اللي عدى ب5 جنيه النص للاستعمال، الاستعمال العادي. تمام. يعني هو دلوقتي الكيلو ونص ب10 أو كيلو ربع. وغرف كده أو من غير نقاوة كده ب5 جنيه، بس طبعا مش زي ده. ده جميل جدا. دلوقتي هنروح نحط ميه على البوتاجاز ونشوف هنسلقه ازاي ونشوف نخليه ازاي باذن الله. خليكي معايا اخر الفيديو وان شاء الله مش هتندم.